السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مطبخ رؤيا جلوبال. البنات، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو، مرحبا بكم في القناه. ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. مازالين بزاف ديال الوصفات وبزاف التشيوات اللي غادي يعجبوكم. وصفه اليوم هي غريبه ديال الكوكو السميده، كتجي غزاله بزاف، كتجي لذيذه هشيشة، كتذوب في الفم ومعلكة واقتصادية ودغيا كتوجد. البنات، قبل ما نبداوها ضروري نتفقوا على واحد الحاجة، وهي الكوك والسكر كلاصي خاصو يكون سبيسيال. الا ما كانوش هاد الجوج نوعيه مزيانه ما غاديش تصدق لكم وغادي يضيعوا لكم المقادير. الكوك باش يكون مزيان خاصكم تحكوه في يديكم يطلق اللدام ديالو، يعني الزيت ديالو بحال هكا كتعرفوا راه مزيان. ونبداو دابا بالمقادير وطريقه التحضير. عندنا رابعه ديال الكوك اي 250 غرام، وعندنا رابعه ديال السميده رقيقه اي تاهي 250 غرام، ساشي ديال الخميره حمراء، وساشي ديال الكاكاو المر، وعندنا ساشي ديال الزهر ديال البرتقال، كاس ديال سنيده، وكاس ديال الزيت، قبصه ديال الملحه، 2 معالق كبار ديال الكونفيتير داك الجاري، و ليمونه محكوكه القشور ديالها، 3 البيضات. في واحد البول غنديرو فيه البيض، وغادي نديرو فيه كاس ديال سنيده، وقبصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وساشي ديال الكاكاو، سمحوا لي، ديال نكهه الزهر. غادي نحركو مزيان. المهم انا درت الباتور غير باش نقتصد الوقت. تحركو مزيان حتى تذوب لكم السنيده. عاد زيدو كاس ديال الزيت، غادي نزيدو قشور ديال الليمون محكوك، وغادي نزيدو الكونفيتير. ودابا غادي نزيدو الكوك، نخلطوه مزيان. في هذه المرحله ضروري نزيدو الكوك هو الاول. من بعد غادي نزيدو سميده رقيقه بالتدريج حتى نحصلوا على القوام اللي عندنا. انا زدت السميده كامله، وعاود زدت عليها واحد نص كاس ديال الليمون، لان السميده شربات ليا، جا القوام شويه قاصح، داكشي علاش زدت داك نص كاس ديال الليمون. اصلا كنت فايت ليا دايراها بكاس ديال الليمون بمقادير اخرى، جات غزاله. وحتى هذه البنات جات فنه ملي زدت هذاك الليمون، داك العصير ديال الليمون، جات العجينه مرخوفه، ما خصهاش تجي قاصحه باش كتجينا هشيشه. وبعدا البنات راني ما مشات ليا من هذا من المقاطع ديال التصوير ديال الفيديو. زدت الخميره حمراء، خصكم ديروها تغربلوها. كتديروا خميره حمراء اللي كتقسموا العجينه على جوج، وديروا النص فيه الشكلاط والنص عادي. صافي كيف ما كتشوفوا البنات في الفيديو، غادي بحال هكا ديروا القياس ديالكم. المهم نتوما بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار، بغيتو ديروا كبار شويه، انا درتهم كبار. الا بغيتو ديروهم صغار البنات خاصكم تصغروا العجينه مزيان، لانها مازال ملي غادي تطيب في الفران غادي تزيد تكبر لكم الغريبه. صافي كيف ما شفتوا غادي نفندوها في سكر كلاصي مزيان، خاصها تجي هازه السكر كلاصي بحال هكا. ونحطوها في اللاطه ديالنا.
وغادي نحاولوا نضغطوا عليها شويه بصبعنا صافي. ودابا غندوزو تاني للخليط الثاني ديال الشوكولات وصافي نديروا ليه نفس القضيه اللي درنا المره الاولى. حتى نساليوه صافي. دابا البنات من بعد ما ساليناه خص الفران تسخنوه مزيان من الفوق ومن التحت حتى يسخن مزيان. اللي كطفوا لتحت كتخلوه الفوق كتحطوها في الطبقه الفوقانيه. المهم كان الفران ديال الدوره غادي تديروها في الطبقه الفوقانيه، المهم على ديك 150 درجه حتى تبان لكم بدات كتشقق. صافي من بعد غادي تنقصوا الفران مزيان على 140 درجه وغادي تخلوها كطيب على خاطرها. تطفيو الفوق وتخلوها طيب على خاطرها، يعني غير من التحت. كان الفران ديال الغاز عادي غادي طيبوها عادي، يعني غادي تشعلوا الفوق والتحت تيسخن ومن بعد غادي تطفيو لتحت وتخلوها تاني من الفوق. تنقصوا الفران شويه غير في الوسط ديالو تخلوها تشقق. من بعد غادي تطفيو الفوق وتخلوها شاعله غير من التحت حتى طيب لكم واحد شويه. المهم ما تخلوهاش البنات تحمر، انا خليتها هنا كتحمرات شويه، نتوما خلوها شويه غير تبان لكم غير بدات تذهب صافي وطفيو عليها. وهي هذا البنات الغريبه ديالنا كتجي غزاله البنات، لذيذه بزاف. ضروري كنصحكم انكم تجربوها، ما غاديش تندموا عليها. حتى وصلنا البنات لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان هاد الغريبه تعجبكم، كنتمنى انكم تجربوها. لو وصلتوا حتى لهنا ومازال ما درتوش اشتراك ديروا الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بسلامه البنات، تهلاو ليا فراسكم.